بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى يا حبايب قلبي هنعمل غدانا ايه؟ كبد وقوانص. نعمل كده مع بعض شوية كبد وقوانص بطريقة حلوة تعجبكم وتستاهل بقكم. حاجة بقى خفيفة كده في السريع ايه، عشان منقفش في المطبخ كتير يعني. لما تكون زهقانين بقى من الاكل والطبيخ والمحاشي والحاجات دي، نعمل حاجة كده ايه بسرعة كده. ممكن تعمليها جنب شوية مكرونة او شوية رز، بس احنا النهاردة بقى مش حابين لا رز ولا مكرونة. احنا هنعمل الكبد والقوانص دي بالطريقة تعجبكم وسهلة وحاجة كده في السريع، ونحمر جنبها حبة بطاطس وخلاص على كده. وفضل وعدل من الله. صلوا على النبي بقى، وحدوا الله وحطوا لايك وقولوا لا اله الا الله كده، وحطوا لايك وايه وكملوا الفيديو معايا للاخر. هنفضيها هنا طبعا في الطبق اهو، نغسلها الغسله المتينه بقى، والدقيق والملح والليمون. مش هنحط معاها خل عشان ما يهريش الكبده. هنمسكها طبعا القوانص دي، ننضفها من اي حاجه فيها زي كده. اللي يطلع في ايدك بايدك كده سهل، ما يطلعش بالسكينه وشيليه. امسكها حاجه حاجه كده. القلب ده طبعا بيبقى فيه تجمع دموي كده من جوه، هنشقه بالسكينة ونغسله. نفصل بقى الكبداية من القلب من القنصة، وننضف بقى على قد ما نقدر ونغسل. طبعا انا ايه مش هعرف اعمل قدامكم الحاجات دي عشان انا ماسكه الكاميرا بايدي التانية. هنضفها بقى واغسلها حلو، وهوريها لكم بقى وانا بحط عليها الليمون والدقيق والملح. يلا صلوا على النبي بقى وحطوا لايك وكملوا الفيديو معايا للاخر. بس يا حبايب قلبي اديني غسلتها. بصوا بقى، بيبقى في تجمعات دمويه برضو كده في الكبده، بطلعها ما بسيبهاش. والقوانص اهي غسلتها برضو خليتها زي الفل. تقدروا تعملوها سليمه زي ما هي كده، وتقدروا تعملوها قطع صغيره يعني. والقلب بتاعنا اهو، بصوا نفتحه كده بالسكينه، بيبقى فيه برضو دم شيلته. خليتها زي الفل. نعصر بقى الليمون بتاعنا عليها كده، نخلي القشر عادي بقى. دي حاجة ايه للأكل السريع كده. شوية دقيق وملح كده حلوين. نغسلها بقى الغسلة الحلوة كده، ونسيبها منقوعة حبة نص ساعة بقى، ساعة انت ووقتك في الحاجات دي، عشان ميبقاش فيها اي زفار. سيبها منقوعة بقى نقعة حلوة كده يعني. انا ممكن اسيبها كده وممكن اقطعها برضو قطع صغيرة. هي بتبقى احلى لما بتتقطع قطع صغيرة. ماشي يا حبايب قلبي يا حلوين. سيبها بقى كده ونروح نعمل ايه. طبعا هنشوح بقى بصلتين كده عشان ننزل بعد ما ناخدها. ناخد القوانص الاول غلوة لوحدها او غلوتين كده، عشان القوانص بتاخد سوا عن الكبدة. فنحط القوانص الاول، بتنزل بقى الدهون اللي فيها دي وتستوي شوية قبل ما نحط عليها الكبدة، لان الكبدة ما بتاخدش سوا زي القوانص والقلوب. هنحطهم مع بعض شوية عبال بقى ما نسوي دي كده شوية. نروح مشوحين كام بصلاية بقى كده مع فص توم مع حتة فلفل حامي. هنشوف طبعا هنعمل ايه مع بعض وارجع لكم. يا حبايبي انا حبيت اقطعها بقى. بصوا كده، دي القوانص انا قطعتها كده يعني. هي القنصة متقسمة 3 اجزاء اهي. بتقطع الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده. حابة تخليها كده بالقطعة الكبيرة دي براحتك، حابة تقسمي كل قطعة كده نصين برضو براحتك. انا شايفة ان كده احسن، تبقى قطع صغنونة كده معاكي حلوة، ويكون طعمها احلى في التسوية. دلوقتي طبعا انتوا شفتوا فيديوهات كتير اللي بيفرموها بدل اللحمة والكلام ده. لو
انت حابه يعني تعملي بقى صينيه مكرونه بالبشاميل بلحمه مفرومه، هاتي قوانص وفروميها، بس تشيلي الدهون دي كلها منها، هتبقى بدل اللحمه. الكبده برضو هنعملها نفس الطريقه. كبدايه اهي، تقسميها برضو ايه، سهله بقى دي اهي، سهله جدا معاكي في التقطيع. وهتخلي دي في طبق ودي في طبق، لان زي ما قلت لكم هنخلي القوانص، هنحط القوانص الاول تاخد كده ايه تشويحتين 3 كده مع نفسها هي والقلوب، وبعد كده نروح نازلين بقى بالكبد عليها، علشان القوانص بتاخد في السوا عن الكبد. اخلص بقى وارجع لكم. اهو يا حبايبي قطعة سمنة صغيرة خالص، لان القوانص بيبقى عليها نسبة دهون عالية، فكله بينزل في على النار كده شوية، كله بينزل في لما بنحطها على النار يعني، وبيبقى فيها كمية دهون كبيرة. احنا منكترش هنا الدهون، نعمل حساب بقى ايه اللي في القوانص دي. بس عشان فيها مية، كل الدهون دي بتنزل بقى مع التسوية كده. نشوحها بقى كده شوية. نديها رشة فلفل اسود كده، شوية حبان وشوية كام واحدة حبان كده وورق لورا. ممكن ده نص، بعد ما تنزل كل السوائل اللي فيها هنديها برضو نص كوباية مية تاني تكمل سوا علشان تستوي حلو. زي ما قلتلكوا القوانص بتاخد سوا عن الكبد. انا كنت عامله معاكم الفيديو ده قبل كده، بس يعني ايه في ناس حبايبي كده ربنا يخليهم لي دخلوا عندي القناه جداد وممكن ما يكونوش شافوا الفيديو. بشكر كل حبايبي اللي بيتابعوني من جوه مصر ومن خارج مصر، حبايبي العراقيين والسوريين والجزائريين ربنا يخليهم. بس في طاسه تانية بقى نروح ايه نازلين بكام بصلايه كده، دول 3 بصلات كده حلوين وسط، وحطينا برضو قطعه من السمنه صغننه كده. ده طبعا مش هنحمرهم، احنا هندبلهم بس. انا بعمل ليه كده، بدي الحاجات دي صدمه ليه، لان عشان ما احطهاش على البصل تغير لونه، بنشف ايه السوائل اللي فيها الاول عشان ما نحطهاش على البصل تغير لونه، وكمان يبقى ايه مفيش اي زفره ولا حاجه. نعلي برضو النار هنا، دول كده يتشوحوا بس. كام فص ثوم اهم انا مقطعهم بالسكينه مش فرماهم ولا حاجه، وحته فلفل حامي. عندك بقى فلفل اخضر حطي، احمر حطي، اي فلفل، حته فلفل حامي كده ايه تديها طعم. ادبلهم بس كده، واما اكمل بقى الحاجات دي تتشوح كده معانا ونعرف بقى ان هي ايه استوت، هنشوحها حلوه قوي.
بصوا كده، هي دي ميتها اللي هي منزله، انا محطتلهاش لسه حاجه. تشربها واديها كمان نص كوبايه كده تشربهم برضو، وارجع احط ايه الكبد واشوحهم تشويحه مع بعض لحد ما انشف ميتها خالص، ما يبقاش فيها اي سوائل، وارجع بقى اروح حطهم مع البصل. ويبقى كده ايه، عملنا احلى طبق كبد وقوانص. يستاهل بقكم يا حبايب قلبي يا حلوين، وحطوا لايك. هخلص بقى وارجع لكم. بس يا حبايبي انا كده دبلت، بصوا البصل كده اهو، والكبد والقوانص كده خلاص خدت بقى زي ما قلت لكم بعملها في طاسه لوحدها كده تشويحه كده ايه، هنزل اي عصاره فيها. وبنسوي بقى ننزل بقى كده، وبنسوي القوانص شويه. هنا بقى ما بنحطش اي ميه ولا اي حاجه، هي منها شويه كده مع البصل شويه كده، ونروح ايه طافين عليها وبالهنا والشفا. تتشوح برضه حبه كده مع البصل بقى والثوم والفلفل الحامي اللي احنا حطيناه ده، وبألف هنا وشفا. بصوا شكلها عامل ازاي، الطعم بيبقى حكايه بقى، طعمها بيبقى حكايه. ويبقى يوم كده ايه يعني اقتصادي شويه. طبعا الدنيا بقت غلا، مبقاش فيه اي وجبه بتبقى اقتصاديه دلوقتي، بس الحمد لله يعني ادينا بنمشي امورنا على قد ما نقدر، وعلى قد اللي في جيبنا كمان زي ما قلت لكم كده يا حبايب قلبي. سيبها بقى كده مع نفسها كده في البصل ده. انا مولعه عليها النار بس موطياها تغلي اهي براحتها بقى كده واحده واحده. ونروح ايه نقلي البطاطس بتاعتنا. انا طاسه على النار. ننزل بقى بشويه البطاطس. بسم الله. احمر شويه بطاطس كده جنبيها، يبقى كده ايه رضا وفضل وعدل من الله، ونحمد ربنا على قسمهولنا. بس نحمر بقى بس البطاطس دي كده ايه. البطاطس الجديدة طبعا طلعت، يا ريت ما نجيبش بطاطس كتير عشان البطاطس يعني لسه بميتها، فما بنجيب كمية وتقعد بتدبل وتبقى مش حلوة. نجيب ايه على قد احتياجنا بقى كده، 2 كيلو ب2 كيلو ان شاء الله، كيلو بكيلو على حسب ايه. لو انت بتنزلي كل يوم ممكن تجيبي ايه كيلو بكيلو، اما يخلص هاتي عشان ما تركناش وتبوظ عندك. نعلي برضو النار على البطاطس عشان انا موطيه. الكبده بتاعتنا ايه عايشه حياتها مع نفسها. اخلص بقى كله وارجع لكم. صلوا بقى على النبي وحطوا لايك. بس يا حبايب قلبي وكده عملنا بقى احلى طبق كبد وقوانص اهو. بصوا الجمال والحلاوه، يستاهل بقكم كده. بألف هنا وشفا على قلبكم. شويه بطاطس محمرين بقى وعليهم شويه شطه وملح كده اهمت، وشويه ليمون مخلل وفلفل من اللي خللناه برضو مع بعض. شايفين شكله حلو ازاي؟ وشويه خيار كده عشان يبقى فيه توازن في الوجبه. وكده ايه الحمد لله فضل وعدل من الله. طبعا لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، واللي بيشوفنا لأول مرة ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.